10. وإيه هي الخطوة دي بقى؟ إن هو يكون عايزنا ندعي، ولكن وإحنا بندعي يكون قلبنا كله كده مليان إحباط، عاوز كده يخلّيني أدعي بس أنا من جوايا عندي إحساس إن ربنا مش هيسمعني، أو عندي كده مشاعر عدم استحقاق إن أنا حاسة إن أنا ما استحقش ده، أو أنا بادعي كده اللي هو تأدية واجب وأنا حاسة كده جوايا صوت بعيد بيقول مش السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ دخلنا على أهم 10 أيام في العام. تخيلي كده معايا لو حد قال لِك إن عندِك 10 أيام بس كده ممكن فيهم يتغيّر قدرِك كله، 10 أيام بس ممكن في ليلة واحدة بس منهم دعوة تقلب حياتِك. إحنا دخلنا ال10 الأواخر واللي فات مش مهم قد اللي جاي. ليه ال10 الأواخر دول أيام مختلفة؟ الله عز وجل كان قادر إنه يخلّي ليلة القدر ليلة معروفة، ولكن الله عز وجل أخفاها علشان نفضل ندوّر ونفضل نحاول، وعلشان قلبنا كده ما يفطرش، لإن الإنسان لمّا بيعرف إن الفرصة محدودة بيبتدي يطلّع أحسن ما عنده، مش بس وقت الدعاء ولكن دي مساحة كده من الاستنفار الروحي في ال10 الأواخر كلها. إحنا النهارده هنتكلم عن إيه؟ جايين نتكلم عن أهم حاجة في ال10 الأواخر وهي الدعاء. إزاي ندعي الله عز وجل؟ الصحابة كانوا مش بيشيلوا هَم الإجابة، ولكن كانوا بيشيلوا هَم الدعاء. والحقيقة إن إحنا لمّا ابتدينا ندوّر كده في الآيات، لمّا بنقرأ القرآن ونتدبّر فيه، وبدأنا نقرأ الآيات ونشوف كده أهم الدعوات اللي كانت مستجابة في القرآن الكريم، اكتشفنا إن كان في 3 دعوات، ال3 دعوات دول هم اللي الله عز وجل قال بعدها فاستجبنا. أول دعوة هي كانت دعوة سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا فورًا. الدعوة التانية كانت بتاعة سيدنا زكريا، لمّا دعا إن ربنا يرزقه بذرية صالحة وقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا. ودعوة سيدنا يونس كانت الدعوة التالتة لمّا نادى في بطن الحوت رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جات بعدها على طول الاستجابة فكشفنا. طب ليه؟ لو دورنا في ال3 إيه الحاجة المشتركة في ال3 دعوات دول؟ هنا كان في مرض، وهنا كان محتاج إن ربنا ينجيه، وهنا كان محتاج ذرية، وكان نفسه في ذرية. يا ترى إيه الحاجة المشتركة؟ لمّا كده قعدنا نبحث تخيلنا إن ممكن تكون الحاجة المشتركة في ال3 دعوات دول والله أعلم، كانت إنهم كانوا واصلين لمرحلة صعبة جدًا، جدًا، جدًا يعني، وكأن الوضع كان يبدو إنه ما فيش أمل، يأس رهيب، وضع صعب فعلًا. ممكن في الفترة دي كان سيدنا زكريا امرأته عاقر وهو رجل عجوز، سيدنا يونس في بطن الحوت ظلمات، سيدنا أيوب سنين في المرض لدرجة إن الناس بدأت تبتعد عنه، فواصلين لمرحلة صعبة جدًا، فعلًا بقى لنا سنين في الابتلاء، ولكن سبحان الله يبدو إن هم ما وصلوش لمرحلة اليأس دي، وكان عندهم حسن ظن في الله عز وجل وإيمان، وادعوا الله عز وجل وهم موقنين فعلًا وعندهم أمل إن ربنا سمعنا وإن ربنا هيعطينا، فعلى طول كانت الإجابة فاستجبنا. اوعى تيأس، اوعى في عز الضلمه وفي عز ما تبقى سودة وفي عز ما تعتقد ان خلاص الدكاتره بيقولوا مفيش امل، الدنيا اسودت، انت متعلق بالله عز وجل. اوعى ينقطع بك الرجاء زي ما بيقولوا كده، خليك دايما مؤمن وخليك دايما بتدعي ربنا وعندك حسن ظن في الله عز وجل، وقلبك كده مليان باليقين إن وعارف ان الله عز وجل قادر، وان ربنا عز وجل بقدرته بيكون فيكون، وان هي مش حسابات بشريه بس ولكنها سبحان الله حسابات الله عز وجل مختلفه فعلا، واحنا محتاجين دايما نكون عارفين ومستحضرين معنى هو علي هين. خدوا بالكم ان دي خطوه مهمه جدا من خطوات الشيطان، ان الشيطان بيكون حريص جدا انه يوقعنا فيها في هذه العشره. وايه هي الخطوه دي بقى؟ ان هو يكون عايزنا ندعي، ولكن واحنا بندعي يكون قلبنا كله كده مليان احباط، عاوز كده يخليني ادعي بس انا من جوايا عندي احساس ان ربنا مش هيسمعني، او عندي كده مشاعر عدم استحقاق ان انا حاسه ان انا ما استحقش ده، او انا بدعي كده اللي هو تاديه واجب وانا حاسه كده جوايا صوت بعيد بيقول مش هيحصل. الحقيقه ان الصوت ده بيكون متكون من سنين احباط، مش قلة إيمان ولكنها هي سنين من الإحباط واليأس. وخدوا بالكم إن دي خطوة من خطوات الشيطان، بيكون عاوز يدخل جوانا كده إحباط وقنوط، وخدوا بالكم إن دي الخطوة المهمة جدا عند الشيطان في الأيام دي وفي الليالي دي. هو مش مستنيك تعصي، هو بس عايزك تعمل حاجة واحدة بس، إن أنت تيأس، عايزك كده وأنت بتدعي تكون بيحس إن أنت بتدعي كده اللي هو إيه تحصيل حاصل، وهي دي اهم خطوه الشيطان عايز يعملها معانا في هذه الليالي. وخدوا بالكم ان الشيطان حريص جدا انه يعملها لنا في هذه الليالي، لان الشيطان عارف ان الليالي دي ليالي ذهبيه، وعايز مش هيقول لنا روحوا اعصوا ربنا، لكن هو عايزك تدعي وانت عندك يأس. خدوا بالكم من النقطه دي. سبحان الله هو احيانا بيكون
الأزمة مش في القدر اللي وقع علينا، ولكن بتكون أحيانا الأزمة في جاهزيتنا إحنا للقدر. هل إحنا جاهزين للي حصل ده ولا إحنا مش جاهزين؟ وأحيانا بتكون استجابة الدعاء مش في تغيير القدر، ولكن في تغييرنا إحنا من الداخل وفي رؤيتنا إحنا للحدث. وسبحان الله ممكن يكون بعد الدعاء ربنا ينزل علينا كده انشراح صدر، وينزل علينا كده سكينة، وده يكون نوع من أنواع الاستجابة الخفية اللي إحنا مش عارفينها. في كمان معنى تاني حلو قوي كده، وهي دعوة جميلة، وهي دعوة سيدنا سليمان. سيدنا سليمان دعا قال ايه؟ سيدنا سليمان قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي احدا من بعدي. الله على هذه الدعوه. سيدنا محمد كان بيقول لنا: اذا سالتم الله فاسالوا الفردوس الاعلى. احنا محتاجين واحنا بندعي ربنا نكون بندعي باللي يليق بالله عز وجل، مش باللي يليق بينا. محتاجين نرفع سقف طموحنا وسقف توقعاتنا من ربنا عز وجل، ونطلب كده من الكريم، ونكون عارفين ان احنا بنطلب من الكريم الذي اذا اعطى ادهش بعطائه. سيدنا سليمان هو اصلا ملك وعنده ملك، ولكن سيدنا سليمان طلب اكتر وقال: ملك لا ينبغي لاحد. سبحان الله، الله عز وجل هو اللي دعا لنا هذه الدعوه في القران. ليه ربنا عز وجل بيقول لنا كده؟ ربنا عز وجل بيقول لنا ده علشان تكون اشاره لينا ان احنا محتاجين نكون لما نيجي نطلب الاكتر. ليه نطلب البسيط لما احنا محتاجين نطلب الاكتر وان احنا نقدر نطلب ده؟ ليه تبقى طلباتنا كده بسيطه وصغيره؟ احنا بنطلب من القوي، بنطلب من الكريم. واحده كده تيجي تدعي ربنا ما عندهاش اطفال تقول: يا رب انا نفسي في عيل، ده نفسي في عيل حتى لو تعبان، حتى لو ما بيشوفش، بس شوف لي ضفر عيل في الدنيا. طب ليه؟ ليه ما نقولش: يا رب ارزقني بطفل صحيح معافى صالح يكون ليه اثر كده جميل في الحياه، ويكون اثر ليا بعد ما ماتي؟ ليه ما نطلبش من الكريم طلب جميل؟ خدوا بالكم ان ده خطوات الشيطان اللي بيكون عايز يحسسنا ان احنا كده المفروض نطلب حاجات بسيطه عشان احنا ما نستحقش، او ان احنا اكيد ربنا مش هيستجيب لينا. ودي خطوه من خطوات الشيطان اللي احنا محتاجين نكون واعيين بيها. احنا مش بندعي يعني من حد زي البشر. الله عز وجل هو القادر، والله عز وجل ما فيش بيننا وبينه حدود. فربنا عز وجل بيقول لنا: اطلب وشيل الحدود من عقلك واطلب اللي انت عايزه. احنا اتفقنا، وخدوا بالكم ان الله عز وجل مجيب، ولكن خدوا بالكم في تركه برضه: الله عز وجل مجيب ولكنه محب. ومن حب ليك ممكن حاجات ما يعطيهالكيش، وده من حبه هيعطيك احلى منها. لان الله عز وجل بيقول: ان الله يستحي اذا رفع العبد يديه ان يردهما صفرا خائبتين. يعني مستحيل ترفع ايديك وتنزل ايديك صفر كده خائبتين بدون استجابه. كده كده ان شاء الله عز وجل هيستجيب لك، وكده كده انت هتاخد حاجه وهتكون حاجه حلوه، وهتكون كسبان في كل دعوه انت بتدعيها. اذا انت كده كده هتكسب بالدعاء، والله عز وجل بيحبنا وهيحمينا وهناخد حاجه كبيره، لان وكده كده هنكون كسبانين. فدي هتكون احنا محتاجين نفكر دايما بالشكل ده، لان هي دي عقليه المؤمنين اللي هم دايما مستبشرين، وهي عكس عقليه الشيطان وعكس الخطوات اللي الشيطان عايزنا نمشي فيها. وفي لقطه حلوه قوي كمان جميله، ودي من اهم اللقطات الحلوه قوي والحاجات اللي يعني بتعجبني كده وبتستوقفني، وهي دعوه سيدنا زكريا. لما سيدنا زكريا دخل عند السيده مريم وشاف عندها رزق، قال لها: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خدوا بالكم بقى من اللقطة الجاية دي كويس قوي. هنالك دعا زكريا ربه. خدوا بالكم الآية بتقول: هنالك دعا زكريا ربه. يعني إيه الإشارة؟ فاكرين لما اتكلمنا في بداية الحلقات وقلنا في أول حلقة إن الشيطان بيكون عنده حسد وغيرة وعاوز يحسدنا ويحقد علينا؟ خدوا بالكم إن دي إشارة إن في وقت حلو قوي لاستجابة الدعاء. ان احنا المفروض لما نشوف عند حد خير، او نشوف عند حد نعمة جميلة او رزق، واحدة صاحبتي مثلا جابت عربية جديدة 2026 احدث موديل، هنالك دعا زكريا ربه. لما نشوف حاجة جديدة وحلوة عند حد، وقتها ده وقت اجابة الدعاء. في الوقت ده انا محتاجة اقول: يا رب اعطيني انا كمان، ارزقني انا كمان. فلان كده ربنا كرمه ووسع عليه، نقول: ما شاء الله يا رب ارزقني. هنالك دعا زكريا ربه، انا كمان يا رب ان شاء الله ربنا هيستجيب ليا في التوقيت ده، لان في التوقيت ده هو وقت اجابه الدعاء. احنا محتاجين ناخد بالنا كويس قوي من العقليه دي ومن الخطوه دي. خدوا بالكم ان الشيطان بيبقى عايز ياخدنا في منطقه الحسد، وان احنا محتاجين ناخد بالنا ان ده وقت استجابه الدعاء، لان الله عز وجل بيقول لنا وقتها: انا قادر اهو، انا برزق اهو، انا قادر اعطي. فوقتها انا كمان محتاجه اكون جاهزه ان انا ادعي في الوقت ده، لان ده وقت بيكون وقت اجابه الدعاء. فاحنا محتاجين كده نهذب نفسنا وندرب قلوبنا ان احنا محتاجين نحب الخير لغيرنا، وفي اي وقت كده نشوف فيه خير نقوم ندعي الله عز وجل ان ربنا يرزقنا احنا كمان خير ويبارك للي اعطاه الخير، علشان الشيطان بيكون عاوزنا نحقد. ودي لقطه مش لطيفه خالص، لكن احنا محتاجين نكون بعقليه المؤمنين اللي بيحب الخير للاخر وبيدعي الله عز وجل ان كمان يترد له الخير ده. اخر حاجه نتكلم فيها النهارده هي كمان لقطه حلوه كده، هي لقطه لما سيدنا زكريا كان بيقول: وزكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. الله، لقطه حلوه قوي، تحس كده فيها قرب كده جميل. محتاجين كده نخلي فيه وصله كده سبحان الله بيننا وبين ربنا، نداء خفيا.
الكلمة كده فيها معنى حلو قوي، كأنها كده فيها حاجة كده، حاجة خاصة كده بيننا وبين ربنا، ومكان كده خافي كده أو حتة خفية كده بيننا وبين ربنا، كأن الله عز وجل بيطلع على قلوبنا حتى لو احنا قاعدين مع الناس، لكن الله عز وجل مطلع على قلوبنا. محتاجين نستشعر هذا المعنى في هذه الليالي، ونشوف ان احنا مهما كنا في وسط الناس او كنا في خلوة، الله عز وجل مطلع على قلوبنا وعارف أسرارنا وعارف احتياجاتنا وعارف آلامنا. محتاجين بس نزود ندائنا الخفي بيننا وبين الله عز وجل، ونطلب كده بيننا وبين ربنا، ونتفرغ كده في الدعاء، نتفرغ كده بالدعاء في هذه الليالي، ونكون موقنين بالإجابة وموقنين ان احنا بنطلب من الكريم، وان ربنا عز وجل مش هيردنا أبدا. محتاجين كده يكون في نداء خفية بيننا وبين ربنا في هذه الليالي، ونستبشر ونعرف كده ان احنا في ليالي كنز فعلا، وممكن تكون في ليلة واحدة من هذه الليالي تكون سبب لنجاتنا في الدنيا والآخرة، وتكون فرصة كبيرة ان في ليلة واحدة بس تكون فرصة ان ربنا يحقق لنا كل أمانينا. وانتظراكم ان شاء الله في الحلقة الجاية ان شاء الله. خدوا بالكم ان العشر الأواخر هي مش بس فرصة ان احنا نحقق أمنياتنا، ولكنها هي فرصة إن احنا نحيي قلوبنا من جديد. خدوا بالكم إن لسه في فرصة، وإن الباب لسه مفتوح. إن شاء الله تكون ليالي كده فيها دعوات مستجابة وتحقيق أمنيات. اللهم في هذه العشرة المباركة إن كانت لنا دعوة عندك معلقة فاقضها بما هو خير لنا، وإن كان في تأخيرها صلاحا لقلوبنا فصبرنا ولا تتركنا لنفوسنا. اللهم أعطنا حتى ترضينا، وارض قلوبنا بما أعطيتنا يا رب العالمين. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، انتظرونا.